يوم الخامس لساوي غرفة صانع محتوى، زبطنا الطاولة، جبنا مراية وغيرنا التخت. اليوم قلت لحالي خلينا نروح على مكان صار لنا زمان ساحبين عليه، السوق المستعمل. زمان ما جينا لهون، فلنشوف شو ممكن نلاقي شغلات للغرفة. وبلشت افتل وشوف بهالغراض، مليان شغلات مشكلة ما بتخطر عبال حدا، مسمكة كاملة مكملة، فيشة لتروق عليها انت والشباب الطيبة. وبوحدة من الحارات لقيت لك هالجهاز اللي ما بعرف شو هو، بس كالعادة لازم فوت فوتي. وطلع لتمارين المعدة. شوفوا لي هالطاولة اللي كلياتها عبارة عن مرايا صغيرة، والله تحفة فنية. لقيت هالباتيناج الغريب بدولاب واحد كبير، يعني هون ما بتلاقي غير الشغلات الغريبة يا معلم. شوف لي هالوش الألماسي، شكله ما بيغسل إلا بصابون غار. بيت يدخل غير صابون غار ولا ما يدخل؟ كله غار. كمان في حصان بحجمه الحقيقي كله مرايا عم يبرق برق. وهي حلاوة هالسوق، شغلات مستحيل تفكر فيها بتطلع بوشك، مثل هالعلاء الدين وتماثيل فرعونية مشكلة، ميكس رهيب من الآخر. في ممرات بتحسسك كأنك فايت على عالم موازي، شغلات عشوائية بدك ساعات لتشوف فيهم وتكتشف شغلات مخباية لك، حتى في شجر وخضار كأنك بغابة. وجودزيلا مروق هون كمان. شوفوا لي هالطناجر لطبخات رمضان أكثر من المناسبين. حصلت لمبادير كتير حلو، شلت حالي ورحت على سوق الكراكيب. ومن فوتي لقيت كمان لمبادير حلو للمكتب. القمر بحد ذاته عم يفتل، ما حسيت امسك حالي ما اخذه. بعدها صرت شوف شغلات مر عليها الزمن، مثل تلفزيونات عصر جدي. ولقيت هالنوكيا اللي لونه اسطوري، الايام الحلوه وقت كانت البطاريه تنشال، ما لقيت غير طفوا الضوء علينا وطلع صار وقت تسكيرهم. فرجعت على البيت وتاني يوم الصبح طلعت لدور على سجاده للغرفه. رحت على اول محل بس ما عجبني شيء ابدا. المحل الثاني كان عنده سجاد فخم كتير، بس انا عم دور على شيء لونه فاتح. لرحت لثالث محل، وهون من اول 5 دقايق لقيت طلبي. اخذت على السريع اللميع وبوشي على البيت. هي حيكون حجم عائلي على المزبوط. شلت الصغيره وقلت خلينا نساوي وش تنظيف على السريع. كنست ومسحت، بعدت هالتخت وصرت افرد بهالسجاده، ولونها طلع شيء فخامي على الاخير. صرت فرفد فيها وسويت طقوس السجاد الجديد. بعدين حسيت انه الرسمه لو تكون على الطرف الثاني بتصير احلى، فبرمتها لتكون لبرا. رجعت افرد فيها من جديد وحطيت التخت فوقها، وهيك صار عنا سجاده مرتبه بالغرفه. عطيت روح تاني واختلف الشكل تماما. وهلا اجا وقت الكمبيوتر اللي مليون شخص حكالي شيله من الارض. فاليوم عندي الحل بين ايدي. جبت هالقطعه اللي بترفعه عن الارض، حطيت الكمبيوتر عليها وزبطت مقاسه لتكون على القد تماما. هيك بتصير حركته سهله اذا حبيت نظف تحته، وبنفس الوقت ما رح يلم غبره مثل اذا كان لزقان بالارض. بقي بس نلاقي مكان لهاللمبادير الحلو. جربت حطه هون بس حسيت انه صار في كتير اغراض. اخذته على الطرف الثاني وكمان ما اقتنعت فيه، فقلت خلينا نرجع نخلي السيت اب بالنص مثل ما قلتولي، ونحط اللمبادير جنب المرايه. وهيك صار شكل السيت اب مع الاغراض الجديده. وبالليل مع الاضاءه طلع شيء خيالي على الاخير. سبسكرايب وقولوا لي شو نغير كمان بالغرفه.